أهلا بيكم وتمثال جديد وقصة جديدة من قصص أجدادنا المصريين القدماء. والنهاردة القصة شيقة شوية. قصة تمثال اللي حضراتكم شايفينه ورايا ده، أو حضراتكم شايفينه اللي هو ده. التمثال ده واحد من اتنين، طبق الأصل. اتنين شبه بعض وزي بعض، ودول كانوا موجودين في أهم مقبرة تقريبا اكتشفت في مصر، اللي هي مقبرة الملك توت عنخ آمون. والتمثالين دول كانوا موجودين في المقبرة على باب غرفة الدفن، الغرفة اللي موجود فيها الملك العظيم. التمثالين دول موجودين على باب غرفة الدفن ليه؟ كانوا موجودين هناك، دول حراس أساسيين للملك توت عنخ آمون. كانوا موجودين على الباب حرس للمقبرة من اللصوص، زي ما كان بيعتقد المصري القديم، واعتقاد 100% فعلا. طبعا مقابر كتير اتعرضت للسرقة ومن اللصوص، سواء مصريين أو غير مصر، أو على مر العصور والاحتلال والاحتلالات اللي توالت على مصر. طبعا كان بيفكروا في كل حاجة، بيفكروا في كل حاجة بدقة. عشان كده حاطط الحرس، لأنه طبعا حاطط حاجته كلها معاه جوه. كل ما يملك كان موجود في المقبرة دي جوه معاه. عشان كده هو متوخي الحذر من موضوع السرقة. كان التماثيل دي بيطلق عليها الكا تمثال الكا، واللي هو الحارس بتاع المقبرة. التماثيل دي كانت مصنوعة من الخشب المغطى بالراتنج، مادة الراتنج السوداء، وكان مطلي بصفائح الذهب. دي كانت قصتنا النهاردة، وتمثال من تماثيل الملك العظيم توت عنخ آمون. دمتم ودامت مصر بخير. السلام عليكم.